دلوقتي أصدقائنا إحنا داخلين في سهرة في كامب خالد علي، أشهر كامبات سيوة. تابعونا. من أجمل الأماكن اللي تسهر فيها في سيوة هي الكامبات، وكامبات سيوة كتير لا تعد ولا تحصى، لكن من أشهر ده واحد من أشهر وأفضل الكامبات، لأن بيعمل بروجرام كده كده يومي، وكل الشركات وكل الجروبات سواء أجانب سواء مصريين بتيجي تسهر عنده كل ليلة. احنا دخلنا كامبات كتير بس ده كان أفضل واحد فيهم. طبعا المكان بيبقى فيه مطعم، بيبقى فيه بار، بيبقى فيه يعني زي كده بوفيه، ولكن المكان ظلام زي ما احنا شايفين كده. طبعا بنعتذر لكم على عدم الاضاءة، لان ممنوع تصور بضوء عالي، هو اصلا ممنوع تصور جوه اساسا، لكن احنا كنا بنصور كده سرقة او بنستأذن الناس. هنا دي الصورة بتاعت صاحب الكامب وهو اسمه علي خالد مش خالد علي، متأسفين على الخطأ الاولاني. المهم حمام هنكمل في السباحة أهو. الكامب، وهو عبارة عن يرجعك كده لأزمان العصور الوسطى في السهرات الجميلة اللذيذة، والمية الجميلة الحلوة اللي تسمعها كده غير المية. وطبعا في بيبقى حمامات السباحة بتاعته ما هي هو إلا ما ده فكرة عبارة كده عن أحمد. عيون كبريتية فيها مية جميلة جدا، تحب تنزلها وتحب تستمتع بيها. وكان في الكامب ده سبحان الله نوعين من انواع الابار الكبريتيه، واحد ساقع جدا وواحد سخن ودافي جدا. طبعا احنا عشان كان شتاء فاخترنا الدافي جدا، وهننزل فيه بعد كده ونوريكم. احنا هنا بنخترق الكامب اصدقائنا، وبنشوف الاضواء الخافتة والاسر والناس اللي قاعدة بتحتفل كده بموسيقى هادية جميلة مع الشعل النارية والاضواء الجميلة. وطبعا زي ما قلنا ممنوع ان احنا نصور بكشاف او عشان نوضح لكم الناس، احنا بنوريكم بس كده وحاولوا تشوفوا معانا يعني. وهنا في طبعا كان بقى وسائل رفاهية ومراجيح جميلة واضاءات جميلة. الاضاءات بقى العالية شوية اللي ممكن نشوف منها الناس هي المطعم نفسه. المطعم بتاع المكان عبارة عن قعدة عربي جميلة، وبينزل لك بقى نوعين من الفراخ، يا اما مندي يا اما مشوي. وطبعا الفراخ والشوي عندهم تحت الارض، ما اقدرش اقول لكم على جماله وحلاوته. واستهوتني المرجحة اللذيذة الظريفة دي، وقعدت كده عليها شوية اتمرجح. استاذنت احمد صاحبي يصورني، وقعدت كده اتمرجح عليها. بصراحة كانت مرجحة جميلة جدا وحاجة لطيفة كده بتعجب الناس كلها كده، وانت قاعد كده في وسط الاضواء الخافتة الجميلة دي وتقعد تتمرجح كده، كان احساس كده جميل. فين شنطتك؟ كل الكامب أصدقائنا بيئي متميز، في بعض الكهارب برضو أضواء خافتة كده على الأشجار، ولكن الإضاءات الأساسية المعتمدة هي الشعل للقعدات. والقعدات نفسها كمان عبارة عن حجارة معمولة بطريقة معينة، حتى الترابيزات معمولة بطريقة معينة بتحسسك ان انت في قبيلة من قبائل العصور البدائية. ولكن خلي بالك المطعم مفروش كويس جدا، ومع انه فرش بدائي لكن هو ده سر جماله وحلاوته. الحمامات نظيفة اخر حاجة جدا جدا جدا، الاكل والخدمة مميزة، ولكن حلاوته جماله وغلاءه كمان في بدائيته الجميلة. وان كل حاجة فيه كده برسومات معينة خاصة بالبلد نفسها اللي هي سيوة. تحب تروح هناك وتحب تستمتع هناك بجمال المكان. وانا حبيت ان انا اوريه لكم كله، طبعا سواء بقى شفنا كويس او ما شفناش كويس، لان الكامب كله اصحابنا عبارة عن منتجع جميل جدا متراص جدا منظم جدا. زي ما احنا شايفين كده الترابيزات عبارة عن نحت في الحجرة، ويعني مميز جدا مع طبعا جماله وحيويته وبدائيته الجميلة اللي بتستهوى نوع من الجست الأجنبي الجميل وبرضه المصري. السلام عليكم اصدقاء سندباد. احنا دلوقتي من البوفيه الخاص بتاع كامب علي خالد، من احلى الكامبات الموجوده في سيوه. كل يوم حفله، كل يوم حمام سباحه دافي جميل، كل يوم تقعد حوالين النار وتشرب شاي الزردة الجميل وشاي الحبهان وشاي الحبلون، وهتنبسطوا كتير معنا. انا باين كده؟ طبعا. انا نازل دلوقتي يا جماعه الميه الكبريتيه السخنه، تابعوني. وما قدرتش اقاوم ونزلت البحيرة الجميلة الكبريتية الرائعة دي اللي فيها فوائد الجسد والبشرة، وكمان بتنقي الجسم كده وتخليك في وضع استرخائي عالمي مع الاضاءات الموبايل هيرجع لي ميه.
الرائعه اللي احنا شايفينها دي. الاجواء كلها الموبايل كانت جه عليه ميه وهنا وانت هتبدا مش مشكله الحفلات ازاي؟ وحاولنا نصورها لكم ولكن والله ممنوع معلش. طيب ماشي. ولما لقينا بقى ممنوع التصوير طبعا بعد كذا مرة محاولات عشان نوريكم الناس سعيدة قد ايه وجميلة قد ايه. عبارة عن دي جي بيشغل الأغاني الشعبية المصرية الأصيلة الجميلة، وطبعا الأغاني السوية وخلافه، ولكن هم لخصوصية المكان والجست بتاعه ان هم يكونوا مبسوطين وفي حالة خاصة جدا محدش يصورهم، فطبعا اضطرينا للانصياع لرولز المكان وقوانينه. المكان جميل، بندعوكم اصدقائنا ان انتوا تزوروها تنبسطوا كتير، وما تنسوناش بدعمكم الدائم لينا باللايك والشير. شكرا جزيلا، السلام عليكم.